اهلا بيكم مع مطبخ التوفير مع ام محمد. النهارده هنعمل مع بعض وصفه بسيطه للغدا، اقتصاديه وعلى قد الايد، بربع فرخه وبس. هنعمل مع بعض كباب الكوابري بربع فرخه بطريقه بسيطه واقتصاديه. عندي هنا في الكبه بصلايه كبيره وقرن فلفل وكم فص ثوم، وعندي هنا خضره شبت وبقدونس هفرمهم كويس مع بعض، وعندي كمان حوالي كيلو الا ربع من الرز. اول حاجة هعملها هفرمهم مع بعض كويس. ده شكلهم بعد ما فرمتهم. وعندنا ده ربع فرخة انا قطعته عشان اسهل على الكبة، هفرمهم مع بعض. ده شكلهم بعد ما فرمتهم، ده قوامهم. عندي هنا بهارات احط عليهم ملح وفلفل، احط كمان عليهم مكعب مرقة واقلبهم مع بعض كويس. وهنزل عليهم بالرز. الرز ده انا غسلاه ومصفيه من المية بالشكل ده. هفضي عليهم شوية بشوية واقلبهم مع بعض. طبعا كباب الكوابري بيتعمل اساسه باللحمه المفرومه، بس احنا النهارده هنعمله اقتصادي، وجبه اقتصاديه للغدا بربع فرخه وبس. لحد ما اخلص كل كميه الرز واعجنهم مع بعض كويس. وعندي هنا معلقتين من الدقيق وعليهم نص معلقه بودر. انا حاطه الدقيق هنا ليه؟ عشان لو في اي سوائل من الخضر او البصل المفروم يتشربهم ويخلي الكباب متماسك. هعجنهم مع بعض كويس. ده شكلهم بعد ما عجنتهم، بيتماسك اهو بطريقة بسيطة. هسيبه في التلاجة حوالي ساعة، او ممكن تعمليه من بالليل وتسيبيه في التلاجة للصبح، هيكون طعمه احسن. هسيبه في التلاجة. ده شكله بعد ما طلعته من التلاجة. انا هشكله صابع بالشكل ده. لازم اعمله بايدي كويس، اكببه بالشكل ده. هو طريقته بسيطة وسهل وسريع، مش هياخد وقت منك. هعمله صابع زي ما انتوا شايفين كده. لحد ما اخلص كل الكمية. ده شكله بعد ما خلصت كل الكمية. ما شاء الله عمل معايا كمية. هسيبه ونحضر مع بعض الصلصة في حلة على البوتاجاز فيها معلقة زيت كبيرة. احط عليها بصلاية متقطعة واحمرهم مع بعض كويس لحد البصلة ما تتحمر، وافضي عليها عصير الطماطم حوالي نص كيلو طماطم انا ضربهم في الخلاط ومصفيهم كويس. احط عليهم ملح وفلفل واسيبهم يتسبكوا مع بعض. ده شكلها بعد ما اتسبكت. انا عندي شوربه في الفريزر هحطها عليه. المفروض الكباب بيستوي بشوربه تكون دسمه. انا لو عندي كيس شوربه بحتفظ فيه في الفريزر. لو ما عندكيش ممكن تحطي ميه وتحطي مكعب مرقه وتسيبهم لحد ما يغلوا
بعد ما يغلوا هتنزلي فيها الكباب بالشكل ده. ما تخافيش مش هيفك منك ولا حاجة، هيستوي ويبقى جميل. هو طريقته بسيطة. بعد ما خلصت كل الكمية هحرك الحلة بالشكل ده واسيبه لحد ما يغلي مع بعض. اول ما يغلي بالشكل ده ههدي عليه النار واسيبه لحد ما يستوي. ده شكله بعد ما استوى. ما شاء الله استوى مفيهوش ولا صباع فك. طريقة بسيطة واقتصادية هتغدي العيلة كلها بربع فرخة. وعمل كمية ما شاء الله. اتمنى منكم تجربوه، تشتركوا في القناة وتنوروني. مع مطبخ التوفير مع ام محمد.